يا مساء الفل على حبايبنا الأهلاوية في كل مكان، منورينا دايما ومشرفينا. حلقة جديدة معاكم مع سامح توفيق على قناتكم، قناة نادي القرن على اليوتيوب. وكالعادة استأذنكم اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ولو عجبتك الحلقة اخبط اللايك ويلا بينا. أنا عمري ما هقدر أنسى أي ذكرى كانت معاه. المحنة آخرها فرحة وبنتعلم الحياة. برافو 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 بجد، والله العظيم برافو. شابوه شابوه مرتضى منصور، برافو مرتضى منصور. أول مرة أطلع أقول برافو مرتضى منصور. فعلا فعلا استمتعنا بمسرحية جميلة جدا 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 ما بين اتحاد الكورة وما بين مرتضى منصور. كان بطلها هو مرتضى منصور. بجد ألف مبروك يا زملكاوية، ألف ألف مبروك. يمكن أنا طالع متكلم في الموضوع ده متأخر شوية، بس كان لازم أتكلم عليه. كذا مرة أقرر إن أتكلم على الموضوع ده وأقول لأ خلاص مش هتكلم، خلينا في النادي الأهلي بس. الموضوع فعلا يضحك، الموضوع ممتع، الموضوع فعلا يستحق إن احنا نتكلم عنه. لأكبر مسرحية كوميدية هزلية الواحد شافها من اتحاد الكورة، ما بين اتحاد الكورة وما بين أحد الأندية، هي اللي شفناها في الوقت الحالي. ومش هتشوفها تاني، مش هتتكرر تاني. هذا هو زمن جمال علام ومرتضى منصور. فعلا الموضوع بكل بساطة هو موضوع الثلاث صفقات بتوع نادي الزمالك. هتقول لي يا عم انت مالك ومال نادي الزمالك، ما تخليك في حالك. هقول لك انا الموضوع مش فارق معايا اذا كان نادي الزمالك او الصفقات دي تتأيد او ما تتأيدش. انا كان نفسي من زمان يتأيدوا عشان نخلص من وجع الدماغ ده، وكان نفسي من زمان يتأيدوا عشان نشوف مستوى الزمالك، هم دول اللي هيرفعوا مستوى الزمالك ولا في ايه بالظبط. فانا مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا ان يبقى في ناس كبيرة ومحترمة، محترمة المفروض يعني، وماسكين اتحاد الكورة وماسكين مناصب كبيرة ورئيس نادي، وبيشتغلوا الشعب كله. ده بيشتغلوا الأهلاوية ويشتغلوا الزملكاوية وبيشتغلوا الرؤساء وبيشتغلوا ده متهيألي اشتغلوا وزير الرياضة نفسه. هو في كده، هو في كده. ألف مبروك يا زملكاوية، بجد ألف مبروك عليكم الثلاث صفقات دي مبدئيا. هنتكلم بس على حاجات بسيطة كده، لأن أنا عامل الفيديو ده قبل مباراة بساعات كده قليلة، قبل مباراة الزمالك والترجي، وقبل مباراة الأهلي وصن داونز. تمام. طبعا في البداية أتمنى التوفيق لنادي الزمالك وأتمنى التوفيق لنادي الأهلي. حد يقول لي يا عم أنت الزمالك أقول لك أيوه، أتمنى التوفيق لنادي الزمالك عشان نفسي يعني الأهلي والزمالك يصعدوا ويوصلوا للنهائي ونتقابل تاني في مباراة القرن زي ما حصل قبل كده. تمام. دي امنيه. انا نفسي، انا واحد من الناس، انا حر يعني، انا واحد من الناس نفسي الزمالك بكره يفوز على الترجي، ونفسي يصعد ويوصل للنهائيات، يعدي المجموعه ديت ويوصل للنهائي، والاهلي كمان نفس الموضوع، ونتقابل في النهائي. على الاقل يبقى النهائي اطرافه مصريه، رغم ان ده عمليا صعب شويه، بس هنتكلم فيها دلوقتي. خلينا بس في موضوعنا، في المسرحيه اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي كان لها ابطال جميله جدا جدا. الاستاذ وليد العطار من احد ابطال هذه المسرحيه، المستشار القانوني لاتحاد الكوره، المستشار مرتضى منصور، الاستاذ جمال علام. بجد بجد يا جماعه انتوا امتعتونا. يعني ثلاث لعيبه عطلتوا سجلتوهم من تاريخ 31، من 31 واحد، وعاملين الفيلم ده لحد يوم 22/2. طب ليه طيب؟ طب ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ ما انتوا في الاخر اديتوا لهم الكارنيهات. طيب انتوا بعتوا المشكله للكاف، تمام، واتحاد الكوره، وردوا عليكم قال لكم دي مشاكل داخليه. مشاكل داخليه معناها ايه؟ مين اللي كان معطل التسجيل؟ المفروض ان اتحاد الكوره. طب لما يقول مشاكل داخليه يعمل ايه اتحاد الكوره؟ يقرر يا اه يا لا. خلاص دي ما انتوا قلتوا مشاكل داخليه، فانتوا اللي تقرروا يا اه يا لا، وكلامكم هيمشي لان دي مشاكل داخليه. ايه لازمتها تحولها لجنه التظلمات اللي انا اصلا مش عارفين لازمتها ايه؟ وانا اول مره نسمع عن حاجه اسمها لجنه تظلمات. يعني في حاجات كده بيخترعوها مخصوص عشان ناس معينه، او عشان خاطر لتجميل الصوره قدام الراي العام. فخلاص بقى ما نجيبهاش فينا احنا، لا نجيبها في فلان الفلاني وخلاص. عملوا لجنه تظلمات من مستشار واحد، اللجنه كلها بيقول لك كانت مستقله من زمان، من قبل حتى الموضوع ده، واشتغالات وحوارات. طب يا جماعه
معلش بالعقل كده بس هقول لكم نقطتين اتنين عشان تعرفوا ان الدنيا ان الموضوع ده كله كان اشتغاله. نقطتين اتنين، انا مش عايز اخش في تفاصيل والله ما فارق معايا، يتسجلوا ما يتسجلوش مش فارق معايا، مش فارق معايا كل الحاجات، بس انا اللي فارق معايا الاشتغالات اللي بتحصل. طيب اول نقطه عايز اقول لكم عليها، اولا الكارنيهات طلعت بتاريخ 22 مظبوط؟ تمام. طيب اتسجلوا افريقيا امتى؟ لما القيد الافريقي بينتهي يوم 31 واحد، يبقى معنى كده ان هم كانوا متسجلين افريقيا. طيب اتسجلوا افريقيا ازاي وهم مش متسجلين محليا مع الفريق؟ يبقى معنى كده ان هم اتسجلوا محليا قبل يوم 31 واحد او يوم 31 واحد، واتبعت اساميهم للقائمه الافريقيه قبل يوم 31 واحد او في نفس اليوم، تمام، قبل ما القيد ما يتقفل. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان اللعيبه متسجله على السيستم من اتجاه اتحاد الكوره، مش من اتجاه الزمالك، من اتجاه الكوره اتحاد الكوره يوم 31 او قبل يوم 31. اللي بيحصل كالاتي: السيستم بيمر بمراحل. مرحله اللي هي منطقه النادي بيسجل اللعيبه المنتقله عنده، فبالتالي بيظهر على منطقه الجيزه اللي الفلاني الفلاني ده عمل حط الاسماء الفلانيه على السيستم، فانا بعمل لها ابروف. منطقه الجيزه اول ما بتعمل لها ابروف بيظهر عند اتحاد الكوره ان هو واقف على الابروف بتاعه. عدينا من المراحل دي، نادي الزمالك حطهم على السيستم في الميعاد. منطقه الجيزه قالوا ان هي ما عملتش ابروف، يبقى بالطبيعي ان هي مش هتظهر عند اتحاد الكره الايقونه اللي بيدوس عليها اوكي عشان خاطر يعمل لهم ابروف ويتسجلوا رسميا على السيستم. تمام. مع العلم على ماركت ترانسفير، على موقع ترانسفير ماركت الاسماء بتاعتهم كانت محطوطه قبل يوم 31 واحد. تمام. بس عشان بس ده للعلم، معنى ان هم اتحطوا على ترانسفير ماركت معنى كده ايه؟ معنى ان هم اوريدي اتسجلوا في اتحاد الكوره، او اتحاد الكوره عمل لهم ابروف واتسجلوا افريقيا كمان. تمام. موقع ترانسفير ماركت ما بيحطش الاسماء عنده رسميا الا لما بتكون متسجله رسميا في موقع اتحاد الكوره وموقع الفيفا او موقع الاتحاد الافريقي. تمام. بس دي حاجه كده عايزكم تعرفوها عشان تعرفوا ان احنا كان كلهم بيشتغلونا. طب ايه الحكمه ان اللعيبه تقعد لحد دلوقتي من غير ما تلعب؟ طيب ايه الحكمه من الاشتغاله؟ طب ايه الحكمه ان انتوا تعملوا لجنه اسمها لجنه تظلمات، لجنه وهميه شكلتوها على مزاجكم وعملتوا اللي انتوا عايزينه عشان خاطر بس ايه؟ حفظ ماء الوجه، عشان خاطر ما يتقالش عليكم ان انتوا رجعتوا في كلامكم وطلعتوا مش عارف مش رجاله او طلعتوا عيال او ففي الاخر ما يبقاش شكلكم وحش. لا، هو شكلكم وحش. تمام. واحنا قلنا من البدايه انتوا اتحاد فاشل ومش عارفين تديروا اي حاجه. تمام. يعني ابسط حاجه هنتكلم فيها، ماشي، هنتكلم على كاس الامم الافريقيه. نجحتوا فيه؟ ما نجحتوش فيه، فشلتوا فيه. الوصول لكاس العالم نجحتوا فيه؟ لا، فشلتوا فيه. كروش قدم استقالته او مشي بسبب تعاملاتكم وبسبب المعامله بتاعتكم والفلوس المتبقيه. عندكم لجنه التظلمات. سوري، اول حاجه كانت بدانا بلجنه التراخيص. لجنه التراخيص قدمت استقالتها بسبب بعض الانديه او نادي بعينه وكلنا عارفينه كان طالب يعمل تراخيص للعيبه والكلام من ده، وطبعا ما كانوش دفعوا اللي عليهم، فبالتالي لجنه التراخيص قدمت استقالتها. بعد لجنه التراخيص ما قدمت استقالتها اللي كانت برئاسه المستشار راغب الرفاعي، عندنا استقاله لجنه الانضباط. لجنه الانضباط اللي احنا ما سمعناش عنها الا بعد مشكله كهرباء، وبعد ما حصل شكوى ضد كهرباء حصل شكوى ضد رئيس نادي الزمالك. سمعنا عن حاجه اسمها لجنه انضباط، ما كناش بنسمع عنها. العقوبات كلها كانت بتيجي من رابطه الانديه او من اتحاد الكوره. تمام. لكن ما كناش بنسمع عن حاجه، او لجنه المسابقات ما كناش بنسمع عن حاجه اسمها لجنه الانضباط. طلعوها مخصوص او ظهرت على النور مخصوص، او الناس دي كانت قاعده نايمه وفجاه صحيوا مثلا واكتشفنا بلجنه الانضباط انها موجوده، وبرضه قدمت استقالتها بسبب اهانه رئيس نادي الزمالك ليهم. تمام. بعد ما قدمت استقالتها لجنه الانضباط اللي هي كانت برئاسه المستشار محمد عبده صالح، تمام، لجنه التظلمات اللي سمعنا ان في ناس منها قدمت استقالات وهي كانت برئاسه المستشار عادل الشربجي. المستشار عادل الشربجي طلع ان هو كان تعبان في اليوم ده، وادوا له الملفات بتاعتها لحد البيت، عملوا قعده كده عرب كده وبتاع وكلام من ده في البيت عنده، وخلص الموضوع ودي والحمد لله، وقال لك لا اللعيبه دي كانت متسجله على السيستم، وازاي الاتحاد الكوره ما كانش بيسجلهم الوقت ده كله، او ازاي رفض او عمل تعنت او. فمعنى كده ده تعرفوا من القصه دي ان ده فيلم جميل، مسرحيه جميله،
تقول عليه بقى مسلسل عشان طبعا واخد 22 يوم فنقول عليه مسلسل، لا فيلم ولا مسرحيه. تمام، مسلسل جميل كده وقعدنا واتفرجنا عليه وتمام التمام، وكل السوشيال ميديا ما شاء الله اشتغلت على قفا المسلسل ده. ما شاء الله كل السوشيال ميديا اشتغلت في ال 22 يوم اللي فاتوا على قفا كل يوم اللعيبه اتسجلت، اللعيبه مش هتسجل، اللعيبه اتسجلت، اللعيبه مش هتسجل، الكارنيهات طلعت، الكارنيهات ما طلعتش، الكارنيهات مش جايه، كانت مش عارف ايه. طيب كان ايه لازمته الفيلم بتاع المستشار مرتضى منصور ويخش الاتحاد ومعاه واحد بيصور فيديو وبتاع وكلام من ده، ويصور استاذ وليد العطار، ويصور المستشار القانوني، ويصور ده وشايفينه وهو بيصور، ما حدش يقول لي مش شايفينه. طب هل ده قانوني؟ هل في حد اتكلم عن الموضوع ده؟ ما فيش حد اتكلم، ولا حد بيتكلم، ولا حد هيتكلم. خلاص احنا اتعودنا وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي، او اتحاد الكوره ماشي ازاي، او الرياضه في مصر ماشيه ازاي. فما حدش يستغرب، ما حدش يستغرب من اي حاجه بتحصل، ما حدش يستغرب من كل الفيلم اللي حصل ده. مش عارفين لحد دلوقتي يعني اكتر ناس بصراحه اتظلموا في الفيلم ده هي اللعيبه اللي قعدت 22 يوم، رغم ان هم كانوا بيتدربوا بس ما لعبوش وما دخلوش مع فريق الزمالك. طب ايه الحكمه في كده؟ ايه الحكمه في كده؟ طب هل قانوني ان الكارنيهات بتاعتهم تطلع بتاريخ 22 وهم يكونوا متسجلين بتاريخ 31؟ ولا دي كارنيهات بس معموله عشان الشغل الاعلامي، عشان الكاميرات وعشان التلفزيونات وعشان خاطر الدنيا ما الاعلام ما يهيكش عليهم؟ لان لو كانت طلعت الكارنيهات بتاريخ 31 كان هيبان كذبهم كله، او يتبان القصه كلها من الاول من الالف للياء. بس ارجع واقول لكم القصه ملعوبه ملعوبه، بدليل ان هم متسجلين افريقيا قبل يوم 31. ما حدش يقول لي زي ما الكابتن خالد الغندور طلع بيقول مجرد ما بيتسجلوا محليا اوتوماتيك بيتسجلوا افريقيا. ما فيش الكلام ده، التسجيل الافريقي له مواعيد تسجيل، له مواعيد تسجيل يا كابتن خالد. ما بيبقاش الموضوع كده جهجهوني زي ما حضرتك ما كتبت على السوشيال، بتقول مجرد ما تسجلوا محلي اوتوماتيك بيتسجلوا في نفس اليوم، او بيروح جواب في نفس اليوم ويتسجلوا افريقي. لا، التسجيل الافريقي بيبقى له وقت وبيقفل في ديدلاين، يعني كل حاجه ولها وقت. تمام، سيبك من ده كله، سيبك من ده كله. خدوا تاشيره تونس امتى؟ ده الكارنيهات طلعت النهارده، سافروا في نفس اليوم بالليل او تاني يوم تقريبا. التاشيره بتاعت تونس يا جماعه بتاخد لها حوالي من 10 ل 15 يوم. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان مجهزين جوازاتهم ومجهزين تأشيرتهم ومجهزين كل حاجة، وده بيقول لك فايلر هيلعبوا، معنى كده انهم شاركهم في التدريبات. ما شاركهمش في المباريات اللي فاتت، لكن كان بيشاركوا في التدريبات وده حقهم. بس انتوا عارفين معنى ان الكارنيهات ان هم يطلعوا متسجلين افريقيا، وان الكارنيهات تطلع بتاريخ 22، وان هم تطلع معاهم تأشيرة تونس جاهزة وسليمة وتمام التمام؟ هتقول لي ده المستشار وواصل وبتاع وبيخلص كل حاجه، هقول لك لا، في حاجه اسمها تونس، في دوله تونس ملهاش علاقه بفلان وفلان وفلان، ليها علاقه باجراءات رسميه وتاشيرات بتروح وبتيجي وموافقات وقنصليه وي وي وي. فبالتالي طبعا الموضوع علامة استفهام كبيرة. طبعا الموضوع فيه حاجات كتيرة جدا كانت معمولة شو إعلامي، كانت معمولة مسلسل هابط، مسلسل يعني كل مصر بتتفرج عليه، وكل مصر للأسف حاسين بالقصة وحاسين بالمشكلة. لكن أرجع وأقول تاني، ألف مبروك على الزملكاوية الثلاث لعيبة، ويا رب يا رب يكونوا إيه بس فايدة ليكم عشان خاطر إيه نخلص من وجع الدماغ ده. وبرضو أرجع وأقول هو سيادة الوزير، هو حضرتك فين؟ هو حضرتك فين من القصه اللي بتتعمل دي كلها؟ هتقولي ماليش دعوه بالداخليات والكلام ده. ايوه يا فندم، بس دي بتاثر على سمعه الرياضه المصريه. حضرتك لو راحت شكوى، لو فعلا الكلام ده طلع فيه تزوير، وراحت شكوى من النادي الاهلي زي ما بيقول او من اي نادي من الانديه، احد الانديه، ان اللعيبه دي حاصل عمليه تزوير في تسجيلاتها، الرياضه المصريه كلها هتنضر. ومع ذلك انا اشك ان في عمليه تزوير تمت. انا اشك، انا بقول دي قيدهم سليم مليون في المية، متأيدين بتاريخ 31، عملوا الفيلم ده كله عشان خاطر المديونيات والمش مديونيات، وممكن يكون كمان بالاتفاق ما بينهم وبين بعض. بدليل ان الفيديو اللي سيادة المستشار مسجله الساعة 11 ونص لما راح اتحاد الكورة، الفيديو ده اتقطع من الساعة 12 ورجع تاني، بدأوا الفيديو تاني الساعة 3 الفجر وهو نازل من فوق، ساعة ما بيسأل السكيورتي اللي تحت أو الموظف اللي تحت الأمن وبيقول له هي الساعة معاك كام دلوقتي، وأثبت حالة إن الساعة 3 الفجر. يعني عندك 3 ساعات ضايعين من الفيديو ده، 3 ساعات ما تسجلوش أو تسجلوا وما تزعوش واتقطعوا، أو مش عايزين يقولوهم. ما نعرفش إيه اللي حصل في ال3 ساعات دولت. هم ال3 ساعات دولت هم سر الموضوع، ونازل من فوق ومتنرفز انه ما عرفش يسجل، والاتحاد السبب ومش السبب. طب يا فندم، لا، طالما الاتحاد ظلمك ما بتقدمش شكوى ليه؟ راجع دلوقتي تقول لي احنا اتصالحنا ومش عايزين حد يسخن، احنا ملناش دعوه. تعمل شكوى ما تعملش شكوى، بس هي كانت باينه جدا جدا التمثيليه الجميله اللي حضرتك عملتوها. ويا رب بس إيه ما تحصلش اي مشكله لاتحاد الكوره عشان الانديه كلها هتتضرر.
مش بس الزمالك ولا الاهلي ولا الرياضه المصريه كلها ممكن تتضر لو فعلا طلع في عمليه تزوير في الثلاث لعيبه دول. واللي انا بقوله لكم واثق منه مليون في الميه، مفيش تزوير حصل، واللعيبه متسجله في مواعيدها، والكارنيهات طلعوها بتواريخ متاخره شويه عشان خاطر يهدوا الراي العام. لكن اصل الكارنيهات دي يعني وضع داخلي، يغيروا التواريخ براحتهم، مش فارقه. لكن اللعيبه على السيستم متسجله بتاريخ 31 على السيستم في الاتحاد، في الاتحاد المصري، مش على السيستم في الزمالك، لا في الاتحاد المصري. يبقى متسجله في الزمالك ومتسجله في منطقه الجيزه، معمول لها ابروف في منطقه الجيزه ومعمول لها ابروف في منطقه في الاتحاد المصري يوم 31 قبل الساعه 12 بالليل، عشان بس ايه، نقفل القصه دي. تاني حاجه اخش عليها، طبعا احنا كلنا عارفين كلها ساعات قليله، والمباراه اللي كلنا منتظرينها مباراه الاهلي وصن داونز. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الفوز للاهلي، لان الموضوع اتصعب من بعد فوز الهلال على القطن الكاميروني. بقى عنده 6 نقط، عندك صن داونز عنده 6 نقط من مباراتين، الهلال عنده 6 نقط من 3 مباريات. المباراه دي مش هينفع فيها التعادل، مش هينفع فيها الهزيمه، هنخسر اي نقطه. انا هقولها لكم، مش موضوع تشاؤم، بس اللي انا شايفه من بدايه البطوله دي، البطوله يعني مبتسمه لفرق تانية. حاسس ان هي مش مبتسمه للنادي الاهلي، رغم ان احنا لسه فرصنا كبيره. بس من الوضع اللي انا شايفه، يعني اول مره فريق الهلال يفوز مباراتين ورا بعض في دور المجموعات وياخد 6 نقط من 2011، اول مره. فيعني فريق الزمالك بعد ما كان خلاص فرصته رايحه، لا فريق المريخ يتعادل، سوري يتغلب من بلوزداد، وبالتالي سوري فريق المريخ فاز على بلوزداد، وبالتالي فرصه الزمالك بقى عنده امل ورايحه. موضوعنا احنا هنلاعب صن داونز هنا وهناك، وهنلاعب فريق لسه هنلاعب تاني فريق المريخ، وهنلاعب القطن، بس قبليه هنلاعب فريق القطن الكاميروني. فمفيش اي مباراه هينفع نفوتها، مفيش اي مباراه، اي مباراه هنخسر فيها نقط. يعني اقول لكم ان هيبقى املنا ضعيف قوي في البطوله دي. بس اتمنى ان شاء الله ما يحصلش حاجه، واتمنى ان شاء الله نعدي المباراه دي على خير. بس ندعي بس كده ان مباراه صن داونز دي نوصل بيها لبر الامان. وعايزين لو ان شاء الله فزنا نفوز بسكور باهداف، على اخص في مباراه المريخ اللي هتكون ما بيننا وبين المريخ في العوده، يكون في سوري اللي ما بيننا وما بين الهلال، انا اسف انا قلت المريخ، حتى في المره الاولانيه قلت المريخ، معلقه معايا المريخ مع الزمالك. طيب ما بيننا وما بين الهلال، المباراه اللي ما بيننا وبين الهلال لازم نفوز بفرق اهداف. تمام. يعني دلوقتي ترتيب المجموعه، عندك صن داونز معاه 6 نقط من مباراتين، عندك الهلال معاه 6 نقط من 3 مباريات عشان هو خسر مباراه، عندك الاهلي معاه ربنا من مباراه واحده، معهوش حاجه تاني، معهوش غير صفر كبير ما شاء الله من بعد ما خسرنا مباراه الهلال. تمام. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني عندنا امل وبنتمنى نعدي المباراه اللي جايه بس الاول، وما نفوتش اي مباراه تانية. حتى مباراه سان داونز هناك على ارضه لازم اللعيبه تبقى عارفه انها هتبقى مباراه حياه او موت، حياه او موت. هتقولوا لي بس نرجع بنقطه، اقول لكم ليه احنا مش اقل من غيرنا اللي بيسافر وبيكسب الفرق على ارضها. احنا مش اقل من غيرنا يا جماعه، احنا فريق كبير، احنا الاهلي، بس الفريق يبقى فايق وفي حالته. ففي ناس كتير عم متشائمه يقول لك بس نتعادل هناك حتى مع صن داونز. ليه نتعادل هناك مع صن داونز؟ ليه؟ ما احنا واكلينهم على وشهم قبل كده كذا مره. احنا في المواجهات المباشره ما بيننا وما بين صن داونز احنا فرصنا احلى، واحنا اللي كسبينهم اكتر. فليه بتضعفوا من او بتحبطوا من النادي الاهلي؟ لا ان شاء الله نكسبهم هنا ونكسبهم هناك، نكسبهم هنا ونكسبهم هناك. والهلال طبعا عنده مباراه سهله، القطن الكاميروني على ملعبه، طبعا دي هيكسبها. احنا شفنا مستوى الهلال، مستواه طالع على خاص في الشوط الثاني في المباراه اللي فاتت اللي حصلت النهارده ما بينه وما بين القطن الكاميروني. فان شاء الله ان شاء الله تكون فرصتنا حلوه في المباراه اللي جايه ديت. الاول اهم حاجه خطوه خطوه نعدي مباراه. تاني حاجه عايز اتكلم فيها عقوبه الشناوي. الناس كتير عماله تقول الشناوي هيتوقف، ولجنه التحقيق هناك في الكاف او الاتحاد الافريقي هيصدر عقوبات على الشناوي. عايز اقول لكم بس مفاجاه، ان حكم المباراه لن يدين محمد الشناوي في التقرير بتاعه. حكم المباراه ومراقب المباراه لم يدينوا محمد الشناوي في التقرير بتاعه،
وان شاء الله ان شاء الله العقوبات هتطلع ضد الهلال، مش هتطلع ضد الشناوي. الشناوي كان بياخد بيدافع عن حق زمايله وما غلطش في حد. كون انه كان بيتعصب وعايز يمشي والناس بتحوشه، فالناس فاكرينه بيضرب او بيتخانق. لا، هي الناس بس عشان لما واحد بيكون متعصب ورايح يكلم واحد في وشه والناس بتحوشه، فالناس فاكرينه كده انه رايح بلطجي او رايح يتخانق. لا، ده وضع طبيعي. انت نفسك لو عايز تكلم واحد بعيد عنك شويه وبتجري عليه، هتلاقي ناس كتيره بتحوشك عشان ما تتهورش او ما تغلطش او ما تمدش ايدك، فده وضع طبيعي. لكن اللي احنا شفناه اهانه علي لطفي، وشفناه موضوع الدكتور اللي جاله اللي اتطرد وما طلعش وفضل قاعد في دكه الاحتياطي، وموضوع انه رش البنج في وش عبد المنعم، وموضوع انه ضربه مش عارف مين وضربه مين. لا طبعا، كل قله الادب والسفاله ديت كل ده اتقدم بيها تقرير بفيديوهات، وان شاء الله ان شاء الله هتطلع عقوبات على نادي الهلال. كل التوفيق لفريق الاهلي في المباراه اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق لنادي الزمالك قدام الترجي، رغم ان انا شايفها هتبقى صعبه شويه. بس ارجع اقول لك، الكوره ما فيهاش مستحيل، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ممكن لعيب يطرد من نادي الترجي ويسهل المأمورية على الزمالك. ممكن في مباراتنا في مباراة العودة لعيب يطرد من سان داونز ويسهل المأمورية على الأهلي. بس اتمنى ان احنا كده نتماسك، واتمنى يا رب الاهلي والزمالك يوصلوا للنهائي عشان نلاعب بعض ونبقى مباراة القرن مرة تانية وتتكرر مرة تانية، ونكسب برضو الزمالك بالقاضية وتبقى فرحتها فرحتين. سلام عليكم.